السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى من الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه رهف شوب. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارك معكم واحد اللاطه ديال الحوت عامر بالشعريه الصينيه. بسم الله على بركه الله. عندي الحوت شديته غسلته مزيان ونقيته، وفي التوابل عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الكمون، واحد 4 الفصوص ديال الثومه، وشويه ديال الخرقوم، وشويه ديال التحميره، شويه ديال البزار. عندي واحد معلقه كبيره ديال الهريسه، عندي ما بين قزبر ومعدنوس 2 معالق، عندي الزيتون، وعندي واحد نص كاس ديال زيت نباتيه. وبسم الله دابا غادي ندوز نطحن هاد الشرموله ديال الحوت. نمشي نجيب الحامض، نسيت الحامض ما جبته. وكما كتشوفوا دابا ندوز نطحن شرموله ديال الحوت. عندي واحد نص حامضه، عندي قزبر ومعدنوس، عندي معلقه كبيره ديال الهريسه حاره، عندي الزيت، عفوا نسيت ما قلت لكم، غادي نطحن حتى هاد الزيتون نطحنو مع الشرموله اللي غندير في الحوت. هاد الشرموله غادي نشرمل بيها الشعريه الصينيه. كما كتشوفوا بعد ما طحنت شرموله ديال الحوت غادي نزيد شويه هنايا على هاد الشعريه، والشرموله اللي بقات ليا غادي نشرمل بها الحوت. شديت الحوت فلحته بحال هكا باش يشرب العطريه. غنحاول هاد الشرموله نشرمل بها الحوت مزيان. وكما كتشوفوا بعد ما شرملت الحوت غادي نخليه واحد 10 دقائق حتى يشرب العطريه مزيان. عاد ندوز نعمرو بهاد الشعريه حتى هي شديتها شرملتها. دابا بعد ما خليت الحوت شرمل شويه واحد 10 دقائق، دابا شديت واحد اللاطه درت ليها ورق الزبده ودهنته بالزيت. دابا غادي ندوز نعمر الحوت. بسم الله. ماما 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 ماما. وكما كتشوفوا بعد ما عمرت الحوت بالشعريه الصينيه
دابا شديت واحد مطيشه قطعتها مرسوات بحال هكا والحامض. غادي نشد هاد المطيشه ونشرملها هنايا في هاد الشرموله اللي شاطت ليا ديال الحوت. وغادي نشد هاد الثومه حتى هي نديرها في هادوك الفلحات اللي درت الحوت. غادي ندير وسط منهم هاد الثومه حتى هي كتعطي مذاق زوين. نشد واحد شويه تاع الزيتون ونشد ورقه سيدنا موسى حتى هي غنديرها. غندير الفلفله حاره ودابا كما كتشوفوا جا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نشدو نغطيه بورق الزبده وندير عليه بابي الومنيوم صافي ونشعل عليه الفران على 180 درجه ونتلاقاو بعد ما يطيب ان شاء الله. وكما كتشوفوا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت. هو هذا جا على هذا الشكل هذا، جا غزال تبارك الله. ودرت معاه خويز ديال الدار. ايوا كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم وتفرحوني بدوك التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا وتبارطاجيو القناه مع احبابكم وعائلاتكم. وشكرا على المشاهده وخليتكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.